ده بلايند ديت شو، واحنا هنا علشان نجاوبكم على اسئله انتوا ما كنتوش تعرفوا عنها حاجه. This is the blind date show، واحنا هنا عشان نجاوبكم على اسئله انتوا سالتوها لنا قبل كده. لا يا نور، مش لازم ما يعرفوش عنها حاجه. انا حبيتها قوي بس حلوه قوي. انا حسيتني ببص انا خطيره. انا حسيتني ببص للكاميرا بعرف انتوا كنتوش تعرفوا عنها. ايوه ده والله ده اللي احنا عايزينه. قومي يلا بطيء الرخامه يلا بقى. ماشي، لو حابه اقول حاجه للبيرنتس ممكن اكون بستهدف البيرنتس اللي اطفالهم سن اصغر شويه. مفيش اي حاجه، ما تقوليش تستهدفي، قولي ماشي ان جنرال. كنت حابه اعلن قبليها بس ما لحقتش. والله كنت حابه اقول قبلها بس ما لحقتش. انا نور عندي 18 سنه. كام سنه مثلا كده؟ جنة وعندي 18 سنه. طب انا عايز اعرف ليه انتوا يعني مكملين لحد دلوقتي في ايشان؟ انا عن نفسي انا اتربيت هنا خلاص، يعني انا بروح في اي حته. لا طب انا هرجع الاكاديمي امتى؟ طب هنرجع نشتغل امتى؟ فخلاص انا بالنسبه لي هو ده المكان الاساسي. هي بقى ما كانتش كده، فانا جبتها بقى. انا بقى القوي في السيتويشن ده. بصراحه بالنسبه لي المكان مش زي ما هو شغل، على قد ما انا ببقى تمام مستريحه، حابه الوقت اكتر اني اقعد هنا، حابه اني اقضي وقت اكتر. انا ما كنتش عارفه ان انا عندي السكيل دي، ما كنتش عارفه ان عندي السكيل ان انا اقدر اتعامل. بحب الاطفال بس مش بعرف اتعامل معاهم لحد معين كده وخلاص، اللي هو اهلا حبيبي الحمد لله مع السلامه. فلما جيت وبدات اشتغل بدات اتعامل معاهم اكتر. لا انا عارفه انا بعمل ايه وعارفه الطريق اللي المفروض امشي فيه. فبدات انا لاقيه نفسي هنا، لاقيه نفسي في الحاجه اللي انا بعملها اكتر. فبحاول اعمل بالانس في كل حاجه اللي المفروض اعملها في حياتي، بس شويه بكون مستريحه وانا بعمل ده ومبسوطه في نفس الوقت. بس حاسه ان اجابتك هنا دي جميله ولا كانت بتدبسك؟ فاهم قصدي؟ والاسابيع اللي قبل المسابقات كانت بتيجي تقعد معانا هنا وتشوف بقى، واحنا كلنا بنبريك داون بقى ونعيط. طب معلش حبيبي معلش، طب الروبوت هيشتغل. هي دي كانت كنت باجي اسقف وامشي. ايوه. طيب لو قلنا من خلال وقتكم اللي انتوا قضيتوه في ايشاين اتعلمتوا 3 حاجات يكونوا ايه؟ ممكن اقول ان انا اتعلمت شويه اظبط وقتي. انا بايظه خالص في الوقت، فشويه بدات اظبط وقتي. ابدا احس ان المفروض ابقى في مسؤوليات ورايا، عشان دي كانت ممحيه اصلا. ال3 حاجات اللي اتعلمتهم، اول حاجه انا عندي مشكله سيطره شويه. انا لما بتحط في مراكز فيها قياده انا ببقى متسلطه مش قياديه، وفي فرق. وده كان بيبان معاهم هم في المدرسه لحد ما اتعودت ان لا، هو الليدر مش فكره ان هو متسلط وانت هتعمل كذا انت هتعمل كذا. لا، هو الليدر بيشوف بس احنا ايه، ازاي كلنا هنكون على نفس التراك. يعني هو بيحاول يلم الفريق مش ان هو يدي اوامر. فدي كانت حاجه. تاني حاجه انا بفقد اعصابي بسرعه، بتعصب بسرعه جدا جدا جدا. فلما اشتغلت في المسابقات اكتر ومع الفرق اكتر بدات احس ان هو ايه، لا عادي، ما مش مشكله يعني، عصبوني ما يجراش حاجه. انا بعصبهم برضو وبدي تاسكات وكده. فده كان حاجه. ايه تالت حاجه ممكن انت لاحظتيها فيا بعد ما اشتغلت في المسابقات اكتر؟ بدات تاخدي نفسك، بدات اخد نفس. بقيت طيب تاخدي مش نفس الحمد لله. يعني نفس كده شويه. هو حقيقي موقف بسيط تعاملك مع الاطفال. لولي امبارح لما قعدت تقول ان هي بتحبني قوي كتير، كنتش متخيله ان هي بتحبني. ان اول سيشن دخلت لها هي كنتش انا الكوتش بتاعتها في الاول، ففي الاول كانت بتاخد مني جنب كتير قوي، كانتش بتكلمني خالص، كانتش بترضى حتى تقف جنبي ان هي امسك لها مثلا بريك تحطها عليها. ما كانش في اي تعامل نهائي. كانت تروح تطلع للناس تقول لها مش عايزه ادخل السيشن، مش عايزه ادخل مع الكوتش دي، انا عايزه الكوتش بتاعتي. فامبارح ان هي عماله تقول ان هي بتحبني قوي وكده، بجد اتبسطت قوي. طيب حاجه انت بقالك فتره كبيره في ايشاين كنت بتخشي مسابقات ودلوقتي بقيت كوتش. فاتعلمتي ايه في خلال تجربتك في المسابقات دي عايزه تعلميهم الناس اللي ما كنتش عليهم دلوقتي؟ هم محتاجين يكونوا determined اكتر، يعني لازم يكونوا goal focused او goal oriented اكتر من كده شويه. بس ساعات بينسوا ان احنا عايزين نتعلم اكتر حاجه ممكن نتعلمها في الموسم ده. فهم يعني بيتعلموا اللي هو احنا اتعلمنا في السيشن اكتر بكتير من في سنهم يعرفوه بكتير. بس تمام. اختيار لو هتعملي روبوت يديك سوبر باور هتكون ايه هي السوبر باور؟ سوبر باور هو ممكن تبقى دي طويله.
هي دي سوبر طويلة. باور. ايوه ما هي هتتمطمطي. تتمط كتير قوي، تطلع لقدام كتير قوي والله ده هيبقى مريح جدا قسما بالله. يبقى هو ايديه طويله قوي وبيجيب كل حاجه من ويجيب بعيد كل حاجه من بعيد. انا عايزاه يخليني اختفي، وبعدين لا خلاص انط لكم كل شويه من حته بقى، ما انتوا مش شايفيني عادي. اسامي اطفال في اي شيء. ماشي ممكن اقول 10. هتقول ال10 خليها تقول ال10. طب ماشي هنبدا بالسهل قوي. عندنا مريم محمد، عندنا حلا امير. لا هم عندنا اطفال دول ينفع ستودنتس. بالتيم ده؟ ستودنتس كلهم خلاص بقى الدور عداكي خلاص. زودي بقى، زودي 10، زودي على 10. 11 ما 12. قوليهم. ماشي عندنا مريم، وعندنا حلا، وعندنا احمد وائل، وعندنا محمد شادي، وعندنا محمد كريم، وعندنا كريم مش عارفه اسمه بابا ايه اللي معانا في الفريق، وعندنا رضوى، وعندنا جنى، وعندنا المحسن، وعندنا رقيه، وعندنا ليلى. وانا كده عديت ال11. طب اكمل ولا ايه؟ طيب اسامي علماء هقول بس يكونوا مهندسين كمان. 3. لا مش هقول 3 اصلا، استهدي مهندسين ما بالله. اعرفوش. علماء علماء عاديين من غير مهندسين. مش 3 حلوين. ماشي 5. عندنا الاوبفيس ستيفن هوكينج، اينشتاين، بور، ورذرفورد، و ناقص واحد. مجدي يعقوب عالم. سميرة موسى اللي حلقة ليه. سميرة افلام ظهر فيها مهندسين او بتتكلم عن التكنولوجيا. افلام ظهر فيها مهندسين او بتتكلم عن التكنولوجيا، يعني بتتكلم عن او بتتكلم عن التكنولوجي. انا فاكره 2 بس بصراحه. فاكرة نفس الاثنين. انا فاكره 2 بس. طب انا هقول 3. لا انا فاكره 1 بس. ماشي يلا. ماشي فقلت في في اي روبوت، وفي بيج هيرو 6، وفي مارفل ممكن تعتبر تكنولوجي، وكفايه ماشي. 3 وخلاص. حلوين عليكم قوي. على فكره انا كنت هو نفس التلاتة تقريبا، هم كانوا دول اللي جم في دماغي. ايه ده؟ اسال اسئله سريعه وعايز اجابه اسرع. ماشي. سترونج اندبندنت وومن ولا ام جاست جيرل؟ سترونج اندبندنت. I'm just a girl. روبوت حساس ولا روبوت قوي؟ الروبوت حساس. قوي. ليب بالم ولا ليب جلوس؟ ليب ليب جلوس. جلوس. ميكانيكال ديزاين ولا بروجرامينج؟ بروجرامينج. ميكانيكال ديزاين. ميكانيكال ديزاين. ميكانيكال ديزاين. انا كودر، هو انا اتخلقت كده. انا هدني اعمل الحاجه فوق بعض، ودني افكر كتير واصوت وكده طب ما انا بصوت برضه، بس انا بس حاجات في. لا انا ما بحبش اصلا شكل الكود، يعني هو على اللابتوب كده شكله اصلا بيخنقني. حرام عليكي ده ملون وجميل. الروبوت ليه مخ ولا لا؟ الروبوت ليه قلب. مخ. تحب الروبوت يكون سريع ولا دقيق؟ الروبوت احبه يكون دقيق. احب يكون سريع. الروبوت بيحب انسان يصلحه ولا الانسان بيحب الروبوت يريحه؟ ايه؟ لا تاني بس تاني. الروبوت ماشي. بيحب انسان يصلحه ماشي. ولا الانسان بيحب الروبوت يريحه؟ الانسان بيحب الروبوت يريحه. هو الانسان بيحب الروبوت يريحه، بس انا مش مبسوطه. الروبوت تحب الروبوت ينظف ولا يطبخ؟ يطبخ. ينظف. طب لو في روبوت كبير في السن في عيد ميلاده 90 هتجيبوا له ايه؟ قطع غيار. مفصلات. مين بيعرف يهندل الاطفال اكتر؟ يهندل الاطفال اكتر. هي اشطر. بعرف اهندلهم. هي بتعرف تهندلهم برضو بس انا بحب لمده معينه. ممكن اقول ان قبل ايشان انا كان عندي الباشن، بس ما كانش عندي المكان او القدره اللي تخليني افرغ الباشن ده في حاجه تطلع لي منتج في الحقيقه. دلوقتي انا عندي المكان وعندي المنتج وبنقل الباشن ده لناس تانية، فانا بالنسبه لي انا ساتيسفايد يعني. الاول ما كانش عندي الرؤيه اللي قدام لمستقبلي عامه، بس بعد ما نزلت وبدات اشتغل في اي شاين واتعاملت في كذا حاجه كتير، لا بقى عندي الرؤيه لمستقبلي عامه واني اعرف اخطط له كويس عكس الاول تماما. حلو. طيب انتوا بسنكم دولت لو في بنات زيكم في سنكم او اصغر منكم تحبوا تقولوا لهم ايه؟ ما ممكن اقول لهم يجوا لان احنا محتاجين بنات اكتر هنا. اقول هو انا لو حابه اقول حاجه للبنات يعني ان هو لو سمحتوا تعالوا عشان التيم ناقصه بنات. بس حلو. كده؟ بس محتاجه بنات يعني، ما عنديش غير جنه. فتعالوا. كده مش اي حاجه تانية. لو انت كبنت تحبي ان انت تتعلمي روبوتكس، تتعلمي ازاي تعملي كودينج، تحبي تشاركي في مسابقات، تاخدي فيها جوائز، تحققي ذاتك، هو ده المكان. تعالي.
وبسرعه لو سمحت. ايه الحاجة اللي انت حاسة ان انت اتعلمتيها هنا فرقت عن اقرانك اذا كانت في المدرسة او في الجامعة؟ لو تقدري ممكن اقول في الجامعه لان دي يعني اكثر وضوحا بالنسبه لي. احنا عندنا ماده في الجامعه، انا ممكن اكون اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، اسمها transforming ideas to innovation. ديت هي كل فايدتها في الحياه ان هي تعلمك ازاي تكون entrepreneur، وان انت ازاي تفتح مشاريع وتكون ليدر، وكل الحاجات اللي احنا بنتعلمها في المسابقات. فانا كان بالنسبه لي الموضوع ده سهل جدا، غير ان احنا لان انا اوريدي متعلمه برمجه من قبل ما اخش الجامعه، وانا دلوقتي في هندسه فكده كده اتعلم برمجه. بالنسبه لي اي لغه جديده هي بس سنتكس، يعني احنا هنكتب ده ازاي، انما اللوجيك يعني اللوجيك بتاع هنرتب الكود ازاي او هنوصل للنتيجه ازاي ده اوريدي موجود. في ناس دلوقتي بتستراجل مع ده في الجامعه، بس ما عنديش انا النقطه ديت. ماشي، ما هو انا ماشي، انا هنا مع الطلبه اللي بتعامل معاهم في البطولات او كده، حاسه ان طريقتي في التعامل معاهم بتكون مختلفه من واحد للتاني على حسب هو استجابته ايه، هو مرتب ان هو عاوز يعمل ايه، لان هو كل واحد فيهم بيكون عنده طموح، انت هتخش له من الطموح اللي عنده ده وهتخاطبوا بيه. فمش كلهم بحس ان انا اقدر اعملهم بنفس الطريقه في السيشن حتى. يعني في السيشن بنبقى متقلبين، انا شويه بتعامل على هذا الاساس وشويه ده، علشان اقدر ان انا اجمع التيم كله ان احنا نوصل لكومن جول يعني. فهمك بس هو في يعني في تو ابروتشز. انا ممكن اتكلم ان في الحاجات اللي انا عارفاها دلوقتي في ناس لسه اكبر مني في الجامعه لسه ما يعرفوهاش، وفي ابروتش تاني اللي انت بتتكلم عليه في الاول ان هو البروجرامينج، ما هو وقته جه من حبه على فكره. يعني احنا دلوقتي بنواكب مش يعني بنعدي. فهو يعني الستاندرد دلوقتي ان احنا لازم كلنا نتعلم بروجرامينج، ولازم كلنا نكون عارفين البيزكس بتاعه الروبوتكس. ده الستاندرد. الجديد بقى ان احنا ندخل الاي اي على الروبوتكس اللي احنا بنتعلمه، وده اللي احنا هنطبقه قريب. هو الموضوع مش صعب للدرجه، لان هو اصلا الحاجات اللي انا باخدها في الكليه انا اوريدي عارفاها وسابقاها بكتير هنا في الاكاديمي. حتى الطلبه اللي معانا في المسابقات اوريدي عارفين حاجات ممكن يكونوا في تانية او تالتة ما يعرفوهاش. فهو مذاكره الماتيريال الجديده مش الازمه، هي الازمه بس ان الجامعه بعيده. عايزك لو قدامك دلوقتي واحدة أصغر منك أو في سنك وعايزة تقنعيها تيجي اي شاين، هتقولي لها إيه؟ هي عملت كده اوريدي. طيب خليك ازاي، والله العظيم كانت على لساني. حسيت انا قبل كده لما كنت بقلب في الريلز بتاعتي كنت بلاقي ان في ستودنتس ممكن يكونوا قدي، بس هم بيسافروا بياخدوا منح وبيخشوا مشاريع وبطولات، وانا كنت حاسه ان هو ايه، طب يعني هو الاوان فات ولا ايه؟ احنا عايزين ننجز بسرعه. انا حاسه ان انا ما لحقتش احقق حاجه او ما ظهرتش زي ما انا كنت عايزه اظهر. بس دلوقتي دي فرصتك، لو انت جالك نفس الاحساس دي فرصتك، عشان هنا تقدري تخشي بطولات، تقدري تسافري منها وتتاهلي دولي، تقدري ان انت تحققي ذاتك، تظهري، تنشري مشاريعك، يكون ليكي انفلونس على ناس تانية. لو انت زي كده وبتحبي ان يكون ليكي امباكت على الناس اللي حواليكي، ده تقدري تكوني موجود، تقدري تعملي صحوبيات جديدة او تجيبي ناس صحابك عادي جدا زي ما احنا عملنا. كل الاوبشنز موجودة. لو كل واحد صحى تاني يوم وبقى مسؤول عن اي شاين، لو انا صحيت من النوم وهليد اي شاين لمدة يوم واحد، هاخد قرارين الاثنين ما علينا. يعني اول واحد ان انا هجيب كل التيمز بتاعه تشالنج وهنعمل ديش بارتي، عشان انا بحاول ارتبها ومش لاحقه. تاني حاجه هاخد نفس التيمز ديت بعد ما ناكل في الديش بارتي نطلع كلنا رحله، عشان برضو برتب لها مش عارفه. ممكن اقول حاجه؟ ماشي فكرت. لو همسك المكان لمده يوم هحاول افهم الناس انه مش لعب، الليجوز مش لعب او مش ماشي، بنهاف فن والدنيا لطيفه ولذيذه جدا، بس في نفس الوقت احنا بنشتغل وفي حاجات فعلا بنطلع حاجات فعلا كويسه وحاجات فعلا بتساعد. والليجوز مش بقى تعالى يا بابا حط دي فوق دي وبتاع وكده، لا هي فعلا حاجه مهمه وفعلا حاجه بتحقق، بتعمل مشاريع دي حقيقي وبتفيد الناس كتير جدا. ممكن لو هدير المكان لمدة يوم واحد احاول انا اعمل كامبينز اكتر، مش بنستهدف فيها ماما، هكون بستهدف فيها الطلبة اللي قدي، علشان اوريهم ان we are the cool kids، مش الناس اللي بيصوروا تيك توك، عشان انا عندي مشكلة مع الموضوع ده. ممكن اوريهم الحاجات اللي هم مش بيشوفوها،
يعني اذا هم شايفين ان الكول كيدز هم الكول كيدز اللي بيسافروا، فاحنا بنسافر وبنجيب مراكز، فاحنا بنعمل الاثنين. انا بحقق هدف وبسافر وبشوف ناس كتيره جديده. لو احنا هنتكلم مثلا عن ان احنا نيردز قوي وقاعدين قدام اللابتوب ومحنيين وعاملين كده، لا احنا قاعدين عادي اهو، قاعدين عادي اهو، ظهرنا مفرود، ما بنعملش الكلام ده وعادي بنبقى قاعدين ومشغلين اغاني we're up to the trends عادي جدا. وفي نفس الوقت احنا اللي في المستقبل هنعمل لكم الترندز، انا اللي هشغل لكم الاي اي على فكره، ثقوا فيا شويه. لو هنتكلم مثلا عن ان الناس دولت ما لهمش اصحاب وما بيخرجوش، لا احنا الكوميونتي بتاعنا كله مترابط وبنخرج وبنسافر، وهو مترابط لاسباب كتيره. يعني احنا مش بس ان هو انا وهي اتقابلنا في المدرسه فاحنا اصحاب، لا انا وهي عندنا جولز شبه بعض، انا وهي عندنا نفس الكور فاليوز اللي بتحركنا في الحياه، فاحنا كوميونتي مترابط جدا. لو عايزين صحاب ممكن نقبلكم يعني عادي. ماشي، انا كنت حابه اقول للبيرنتس ان احنا لما بنيجي ان احنا نشتغل في الليجو، هو مش موضوع ان انا بفك وبركب، احنا بنبني عقليه ماشيه بطريقه لوجيكال. بعد كده هو قدام لما يكون وسط اصحابه في اي مكان او حتى في اي مؤتمر، انا مش بتكلم على اي مكان خروجه، لو مؤتمر او في بطوله او في الجامعه، هو طريقه تفكيره هو طريقه متسيستمه. هو حتى اذا ما كانش مهندس، هو ايا كان الكليه اللي هيخشها هو ماشي بانجينيرنج ديزاين بروسيس، هو عارف هنبدا منين، هنحلل ازاي، وهنوصل لايه. فاحنا مش موضوع بس ان احنا بفك واركب والقطع شكلها جميل ودي حاجات صغننه. حاجه كمان، الروبوت مش شرط ان هو يكون حاجه قد كده وبتبص بتعمل كده اهو، مش لازم. الروبوت بيعمل حاجات كتيره قوي. واحنا لما بنيجي نشتغل عندنا في المسابقات والبطولات اللي بنخشها، بيكون تحت ثيم معين، كل موسم بيتغير، وكل موسم ما بيكونش مستهدف. يعني الموسم حتى اللي كان عن الارتس واسمه ماستر بيس، ما كانش بيستهدف الفنون بشكل مجرد، هو كان بيستهدف حاجه معينه، ان احنا عندنا ارتس هنطورها ازاي. الارتس زمان مش هتكون زي دلوقتي، فهو كل موسم عاوز يوصل احنا هنغير المستقبل ازاي. فانتي you're making a game changer، احنا هنا game changers. فبالتالي مش هفك واركب بس، ومش بعمل ليجو بس، والقطعه دي مش ملونه وشكلها حلو وخلاص، احنا بنغير المستقبل بس كده. خطيرة. التربيه طلعت